يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من برنامج الكوتش. هنتكلم النهاردة عن موضوع تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر، أو تدريب لاعب أو مدير فني وطني لمنتخب مصر. خليني كده، يعني أنا دايما بحب أتكلم بعد ما الهوجة ما تخلص، بعد ما الترند ما يخلص، عشان يكون الكلام عقلاني شوية، وعشان يكون الكلام هادي ومفيد ومرتب. يعني كنت مستني اعلان المؤتمر الصحفي لتولي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم على رأس القيادة الفنية للمنتخب، عشان يعني نشوف الاتحاد الكورة بيتكلم ازاي، وبنشوف المدير الفني بيتكلم ازاي، عشان نقدر نشوف هل هو ده، يعني نقدر نقول رأينا هل هو ده القرار الافضل لمنتخب مصر ولا لا. خليني شوية نطلع الخطوة لفوق شوية كده عشان نقدر نحكم الحكم الصحيح. يعني هو المدير الفني هو عنصر من عناصر المنظومة، أو عنصر من عناصر المنظومة الرياضية. المنظومة الرياضية المصرية تتمثل في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم. طيب، من حوالي 3 سنين كنت أو سنتين وشوية قبل تولي كابتن قبل ما تولي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر بعد إقالة كابتن حسام البدري. كنا في اون تايم سبورتس، واتكلمنا عن الاختيارات، وقارنا ما بين اكتر من مدير فني اجنبي. كان وقتها فنجادا وباتشيكو وفريرا وحسام حسن وايهاب جلال. وكنا قلنا وقتها حتى ان كابتن حسام حسن ده من سنتين وشويه او 3 سنين، ان كابتن حسام حسن هو المدير الفني المصري الافضل. يعني هو ظل المدير الفني المصري الافضل، ولكن زي ما قلت، هل هو الاختيار الصحيح او لا كمدير فني محلي او مدير فني مصري؟ اخد من الكلام ده ان لو مصري يبقى مين؟ عندك 3 اختيارات. العدد الصح لو عديت فنجاده، فيريرا، حسام حسن. لو مصري حسام حسن، فيريرا، حسام حسن. ده بعدد الصح عدد حسب الصح، الكريتيريا المعايير اللي اللي يعني لو حطيناها. مصري حسام حسن. لو مصري حسام حسن، لو ولو أجنبي؟ مصري واجنبي آه. انا هختار برضه حسام حسن. بالظبط، حسام حسن هو اللي اختار افضل تدريب منتخب مصر. قبل ما نقول او لا، نرجع للمنظومه الرياضيه المصريه. المنظومه الرياضيه المصريه تتمثل في اتحاد الكره المصري، ليها اكتر من مسؤوليات. بيتعمل حاجه اسمها سبورتس او فوتبول ايكو سيستم. ايكو سيستم ده زي، يعني خلينا نقول كده، زي مجموعه من المعايير المتصله ببعضها البعض، بتكون حاجه اسمها ايكو سيستم. الايكو سيستم ده هو دلوقتي يعتبر المحرك لاكتر من كيانات رياضيه، واكتر من كيانات بيزنس، واكتر من كيانات اقتصاديه. لازم يبقى ليك زي ايكو سيستم، زي ما بنقول كده، هو عناصر متصله ببعض تكون النظام الاساسي. طيب، اول عنصر من العناصر هي البنيه التحتيه. يعني البنيه التحتيه المصريه، هل البنيه، انا زي ما بتكلم انا مش هقول رايي في حاجه غير في بعض الحاجات، وفي اغلب الحاجات هسيب لحضراتكم الحكم او الناس اللي بتتفرج علينا. يعني البنية التحتية، هل البنية التحتية الرياضية المصرية من ناحية ملاعب الناشئين بالذات، من ناحية الملاعب اللي بخلاف الملاعب الكبرى، هل هي مناسبة وملائمة ولا لا، وهل هي خطة موجودة او موضوعة ولا لا؟ ده اول جزء. الجزء التاني بنتكلم على البروفيشنال ليج او الدوري المحلي الممتاز. هل في خطة موضوعة للكرة المصرية للتطوير من الدوري المصري الممتاز؟ فنقول ان احنا موسم 2023 موسم 2024 اهدافنا 1 2 3، ثم 2024 2025 اهدافنا 5 6 7. هل ده موجود ولا لا؟ هل موجود عدد اللاعبين الاجانب في الدوري، عددهم كام وهيبقى كام وليه؟ هل ده موجود ولا لا؟ هل موجود عدد الانديه في الدوري المصري الممتاز 18 16 15 14؟ العدد ده موجود وليه؟ وايه الخطه اللي جاي؟ هل ده موجود ولا لا؟ كل الحاجات دي اسئله بنسالها، هل هي موجوده ولا لا. طيب، على مستوى تطوير الشباب، تطوير العنصر الشاب في مصر، وجود ملاعب تليق بيهم، وجود مناسبة تليق بيهم، وجود مديرين فنيين للشباب مؤهلين حاصلين على رخص تدريبية، مؤهلين ان هم يدربوا الشباب، وبيدربوهم ازاي وعلى ايه؟ هل انا بدرب اللاعب ان هو يلعب للمتعة ويلعب ويطلع مهاراته، ولا بخليهوش يشوط وما تشوطش، ولا شوط تاني هطلعك بره لو هوريك؟ هل ده بيتم ولا لا؟ هل بندي للشباب الصغيرين امكانيه ان انت تلعب للمتعه من غير ضغوط ولا لا؟ ده من العناصر اللي موجوده. على مستوى الحكام، هل في خطه موضوعه لتطوير الحكام؟ الاتحاد الانجليزي بالمناسبه عنده خطه واضحه لتطوير الحكام لغايه 2030، موجوده على الموقع الاتحاد الانجليزي لكره القدم، تقدروا تعملوا سيرش وتجيبوه بكل سهوله. يعني هل ده موجود ولا لا؟ طيب، هل الحكام المصريين لما كانوا بيحكموا بره في افريقيا، في كاس افريقيا، كان ادائهم افضل
طب ليه كان افضل؟ سؤال نساله برضو لنفسنا. كل العناصر دي اسئله بتتسال عشان نبقى دايما عارفين ان المدير الفني هو حلقه من الحلقات. واخيرا طبعا عنصر دلوقتي الكره النسائيه بما انه متواجد في العالم كله، فهل دلوقتي عنصر الكره النسائيه في مصر ايه الخطه الموضوع عليه ولا لا؟ فدي بنتكلم في حوالي 5 دايمنشنز رئيسيين. طبعا البروفيشنال ليج طبعا جواه عنصر الجماهير، وعنصر ال ان هو ازاي يقدر يبقى الجماهير دي موجوده. طبعا جزء البث طبعا من العناصر الرئيسيه جدا، وازاي تقدر تدخل عوائد الكره المصريه مستخدمه عن طريق الاعلان والتسويق والبث. كل دي مجموعه عناصر موجوده لازم تكون موضوعه لاتحاد الكره المصري لكره القدم. انا بتكلم عن كره القدم فقط لا غير. طبعا كل ده انا بتكلم عن المنتخب اول. ممكن نتكلم بقى عن منتخب الشباب، اللي كان موجود وبيلعب في مصر من حوالي كام شهر، وبطوله لعب في مصر وخرجنا من الدور الاول والدنيا عدت والدنيا تمام والدنيا جميله. فكل الحاجات دي هي عناصر موضوعه بنبص عليها قبل ما نبص على المدير الفني للمنتخب، نشوف هي وصل لغايه فين وتقييمها لغايه فين. زي ما قلت لكم انا بقول مجرد شواهد وعناصر رئيسيه. بالمناسبه العناصر دي موجوده، اللي انا بقوله ده مش علم، مش روكيت ساينس، مش علم صواريخ، هو علم ولا علم فضاء. هو موجود في شفته في الاتحاد العماني، الاتحاد السعودي، اتحاد كوريا الجنوبيه، الاتحاد الالماني لكره القدم، الاتحاد البلجيكي لكره القدم، الاتحاد المكسيكي، الاتحاد الاكوادوري. ففي عناصر كتير في المنظومه الرياضيه، الاتحاد الاماراتي لكره القدم. كل اتحاد تقدر تخش تشوف خطه الاتحاد لغايه 2030. ليه 2030؟ في حاجه اسمها التنميه المستدامه. التنميه المستدامه دي من ضمنها طبعا تطوير العنصر البشري في البلاد نفسها و فلازم يكون موجود من ضمنها حتى ممارسه الرياضه ودور الرياضه في الرقي بالشعوب وخلافه. كل ده المفروض بيبقى موضوع لغايه 2030. كل الدول بتبقى حاطه خطه ل 2030 فيما تتعلق بالحاجات اللي انا اتكلمت عليها. فقبل ما تتكلم على مدير فني تبص على المعايير دي. يعني انت بتيجي تبص على المعايير دي، ايه الموجود منها؟ موجود في الجهه اللي انت بتقيمها وتبص عليها، وايه اللي مش موجود. وانا زي ما قلت لكم انا هترك لحضراتكم التقييم، والناس اللي بتتفرج التقييم. انا مش هحط تقييمات لعناصر كتير عشان ما اطولش حتى عليكم، وممكن وقتها لو هنتكلم بقى بالتفصيل بعدين في وقت تاني يعني يكون بقى الحاجات دي مفصله ونقدر نحط لها تقييمات يعني. طيب هحط الايكو سيستم او الدايمنشنز دي على جنب وابص على المدير الفني لمنتخب مصر. مع تولي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر انا كنت معجب جدا بطريقته. ليه؟ لان هو قادر على تعويض العنصر الاداري المفقود في اتحاد الكره المصري. يعني هو انت بتجيب مدير فني يساعد في قياده الكره المصريه في الكره في مصر يعني. فده كان عاجبني في كارلوس كيروش انه بيعمل ده. هديكم مثال. يعني كارلوس كيروش وقت كاس العرب لما جه هم قالوا له تعالى يا معلم هتدرب في كاس الامم وكاس العالم وده هدفك، بس بقول لك يا برنس نسيت اقول لك والله انت عندك كاس العرب هتخشه بس كده ايه مسابقه حلوه هنخشها كده. طب يا جماعه انا والله مش مستعد، لا هنخش. فالراجل مشكورا دخل اكتشف 4 أو 5 لاعبين في البطوله دي، ابرزهم يعني محمد عبد المنعم، احمد ياسين، حسين فيصل، وامام عاشور ضم للمنتخب، وفي العديد من الاسماء اللي كانت موجوده مع كارلوس كيروش. فهو ضم الحاجات دي. فنسال سؤال برضو هترك لحضراتكم الاجابه. هل لو في مدير فني محلي بديلا لكارلوس كيروش ضم الاسماء دي من انديه ليست انديه قمه كان هيتوافق عليها؟ ده سؤال. السؤال التاني لما كان بيصر على، او الجزء التاني لما كان بيصر على مواعيد معينه ومعسكرات معينه وبيجبر الاداره في اتحاد الكوره على المواعيد دي، كان هو اللي بيصر على الكلام ده. هل مدير فني مصري يقدر يعمل ده؟ عندنا هيستوري مع كابتن حسام البدري، مفيش مباريات وديه بوظت لنا التصنيف بتاعنا، بقينا تصنيف تاني. لعبنا السنغال ما تاهلناش لكاس عالم بسبب مباريات وديه كانت موجوده. كان ممكن السكور بتاعها او بالاضافه طبعا للمباريات الرسميه زي جزر القمر وخلافه كان ممكن السكور بتاعها يفرق في تصنيف منتخبنا يعني. وبالتالي بقى عندك مدير فني عنده شخصيه بيرسوناليتي قويه تقدر تخليه ان هو يقدر يدير حاجات مفقوده في الاتحاد الكره المصري. طيب في عنصر تاني موجود الا وهو عنصر الفني. عنصر الفني كان بيقدمه كارلوس كيروش، كان بيقدم عنصر فني مش كبير، خلينا نقدر نقول مش كبير، مش اضافه فنيه كبيره، ولكن كان بيقدر يلعب كويس جدا بالعناصر الفنيه اللي كانت موجوده. انا بضرب كارلوس كيروش ليه كمثال عشان هو كان بعد حكمي انا الشخصي على ان حسام حسن هو المدير الفني المحلي الافضل وقتها يعني. طيب والجزء الفني زي ما قلنا الجاب فيه ممكن تكون كبيره شويه، ولكن
هرجع تاني النقطه اللي انا اتكلمت فيها، ان كان المدير الفني الاجنبي هو بيقدر يعوض النقص الاداري الموجود في اتحاد الكره المصري. وضربت لكم اكتر من سؤال، هل هو الحاجات دي يقدروا ان هو المدير الفني المحلي او المصري يقدر يعملها ولا لا؟ وتطرقنا يعني على الهامش، انا مش عايز اتكلم فني كتير، على الجانب الفني، ان طبعا المدير الفني الاجنبي غالبا بيكون فنيا افضل، ثم العنصر الفتنس بقى، او عنصر اللياقه، وازاي يقدر يشتغل على مستوى تطوير اللياقه للاعبين اللي موجودين، ثم عنصر التكنيك بقى اللي هو التكتيك والتكتيك. التكتيك اللي هو العنصر الفني، التكنيك العنصر الفني اللي هو ازاي تستلم، ازاي تشوط، ازاي وانت بتستلم تستلم بزاويه معينه وشك للملعب عشان ما تاخدش وقت بتلف. يعني ابسط حاجه لعيب الكوره في مصر وهو بيستلم وسط الملعب مثلا، بيستلم وظهره لمرمى الخصم، فعقبال ما استلم الكوره والف انا كده ضيعت وقت ان انا بلف الكوره. على عكس انت المفروض لما تيجي تستلم بزاويه معينه مثلا 45 درجه كده عشان يبقى وشك للملعب. وحاجات كتير بقى، المدافع وهو بيستلم يلعب على رجله القويه، المدافع يبقى دايما الكره بتتلعب بالعرض، عينك مش على الكوره، عينك على خصمه، شويه تكنيكس رئيسيه ما تبقاش موجوده. فالاربعه دايمنشنز دول هو العناصر الرئيسيه للمدير الفني للمنتخب. يعني هل المدير الفني المحلي يقدر يعمل ده؟ يقدر يعمل ده. اعتقد كابتن حسام حسن من الاسماء، وحتى هسيب لكم اللينك ولقطات من الحكم حتى على كابتن حسام من 3 سنين. يعني هو قيمه وقامه تدريبيه، انا شايفه مدير فني جيد الى حد كبير، يعني ممكن يكون مش موفق ولكن مدير فني جيد. على مستوى التكتيك الى حد ما ممكن نقول نديله درجه معينه. على مستوى التكنيك لا، بيقدر يعلم اللعيب الكوره وبيطلع لاعبين شباب وبيخلي لعيبه الشباب تبقى موجوده. ولكن الجزء اللي كنت بتكلم فيه هلا وهو الجزء الاداري المنقوص من الاداره الاتحاد الكره المصري لكره القدم، دي اللي كنت بشوف المدير الفني بيعوضها. ودي اللي كنت شايف فيتوريا كانت في البدايه موجوده فيه، وبعد كده يا اما الراجل زهق او تعب، او يا عم قال لك هناخد القرشين وخلاص في اخر الشهر ومش مهم، وبالتالي تحول لان هو مدير فني عادي بيدير المنتخب والشهر يعدي ويخش على الشهر اللي وراه. عشان الخص الجزء او وجهه النظر بالكامل من غير ما حضراتكم تتوهوا مني، يعني هو ان هل حسام حسن مدير فني جيد؟ فالاجابه نعم. هل هو قادر على قياده منتخب مصر؟ الإجابة نعم، وسط منظومة إدارة قوية، إدارية مصرية رياضية على رأسها اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وبالتالي هو بيكون عنصر من العناصر الموجودة. لكن احنا كان جرى العرف ان المدير الفني لمنتخب مصر هو يعتبر رئيس الكورة في مصر، طالما هو عنده شخصية قوية ويعوض النواقص الإدارية اللي موجودة. وده طبعا كارلوس كيروش كان موجود فيه، وعشان كده تم الإطاحة بيه وما رجعش، لأن هو كان بيتدخل في حاجات كتير إيجابية جيدة من شأنها تطوير الكرة المصرية. وبالتالي اختيار كابتن حسام حسن كمدير فني هو اختيار جيد، ولكن هو الأداء المنتخب المصري الحالي هو عرض وليس مرض. يعني انت لما تبقى عيان وبتبقى درجة حرارتك عالية بتاخد خافض عشان تقلل من العرض اللي موجود، ولكن في مرض أكبر بيكون موجود وبالتالي بتكشف وبتاخد مضاد حيوي للمرض ده. نفس الكلام، احنا دلوقتي مشكلة الكرة المصرية هي مشكلة إدارة كاملة لكرة القدم المصرية. لازم تكون إدارة دي عارفة الأهداف بتاعتها، عارفة هي عايزة توصل إيه خلال 5 أو 6 أو 7 سنين جايين، عارفة كل حاجة بتتعمل ليه، عندهم خطة تطوير في كل عنصر من العناصر، سواء البنية التحتية المصرية، سواء كان الدوري المصري والأهداف الخاصة بيه، الجمهور، اللاعبين، الشباب الموجود او مسابقات الشباب، الحكام وكل الحاجات دي من الحاجات اللي نقدر بعد كده نقول ان فعلا في تطوير للكره المصريه. فعشان تقدر تعمل ده لازم يبقى في تطوير بالكامل لكل العناصر، مش مجرد عنصر اداره فنيه لمنتخب مصر الاول فقط لا غير. يعني في منصب موجود اسمه المدير الفني لاتحاد الكره المصري، او في العالم بيسموه ناشونال تيم فوتبول دايركتور او فوتبول دايركتور اوف ذا ناشونال فيدريشن. يعني فهل مين هو مش موجود؟ ده بيبقى برضه من دوره انه وضع الخطط دي ويبقى عنده القدره على الاداره الرياضيه في الجزء ده. ده برضه الجزء ده مفقود مش موجود. عشان كده انا مع تولي كابتن حسام حسن، خليني اقول لك مع تولي كابتن حسام حسن، بس مش متحمس قوي. ليه؟ لان مش شايف ان هو ده الحل الاساسي لمشكله الكره المصريه. حل مشكله الكره المصريه اكبر من مدير فني لمنتخب مصر. هو زي ما اتكلمت على اداره اتحاد مصري لازم تكون عندها خطه شامله ونقاط مخططه للسنين جايه،
كتير محطوطه، مش مجرد ان انت بتقيم اداء في بطوله افريقيا، مش مجرد ان انت بتقيم اداء في بطوله افريقيا على ارضك. لازم تكون خطه كامله شامله موضوع عشان تقدر توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. في النهايه اكيد بتمنى كل التوفيق لكابتن حسام حسن وجهازه الفني. اتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه، طبعا نتاهل لكاس العالم، نعمل حاجه كويسه في كاس العالم، نقدم اداء كويس. وارد ان ده طبعا يحصل، لان كابتن حسن شحاته عمل طفره بجيل جيد جدا في وسط برضه كانت منظومه اداريه ليست الافضل يعني. فاتمنى ان يكون الطفره دي على ايد كابتن حسام. اكيد اتمنى طبعا ان انا اشوف منتخب بلدي بيأدي اداء كويس في كل العناصر السنيه، الشباب الاولمبي الكبار. بقالنا كتير قوي ما شفناش منتخب الشباب بيقدم اداء كويس وبياخد بطولات. بقالنا كتير قوي ما شفناش منتخب الاولمبي، يمكن باستثناء يعني الجيل اللي هو كان مصطفى محمد ورمضان صبحي والجيل ده. بقالنا كتير ما شفناش منتخب اولمبي قوي، بقالنا كتير ما شفناش منتخب اول قوي. اتمنى يكون الطفره، بما ان احنا بقينا في امر واقع حالي يعني، اتمنى الطفره دي تحصل. اتمنى الافضل للكره المصريه، اتمنى الافضل للتخطيط الاداري المصري. ولو عجبكم الحلقه يعني اعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، واشوفكم في حلقه جايه جديده. السلام عليكم.